السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نديكم معايا لوحده من اجمل المدن في فرنسا، مدينه ديال انسي اللي كيسميو عليها فينيزيا القلب. مدينه صغيره في الحجم ولكن كبيره في الجمال والتفاصيل، وملي كتزورها كتفهم علاش بزاف ديال الناس كيرجعوا ليها اكثر من مره. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا مع بعضياتنا هذه المدينه من جميع الجوانب: طبيعية، التاريخ، الأكل والأجواء اليومية. وخا تكون أول مرة تسمع بها غادي تحس كأنك عشتيها. ومن بعد ما وصلت لمدينة أنسي وخديت أول انطباع عليها، قررت نبدأ مباشرة من واحد من أشهر الأماكن اللي كتعبر على تاريخها. المكان اللي أنا فيه دابا هو بالي دو ليل، واحد المعلمة اللي كاينة وسط القنوات المائية وكتبان بحال جزيرة صغيرة وسط المدينة. ومن اول نظره المكان كيبان جميل وهادئ وكيشد الانتباه ديال اي واحد كيدوز من هنا، ولكن الحقيقه ديالو اعمق من هاد الصوره. في العصور الوسطى هاد المكان ما كانش مجرد بنايه زوينه، كان سجن ومحكمه، وكان كيستعمل حتى مقر اداري. يعني نفس البلاصه اللي الناس كيجيو ليها اليوم كيصوروا ويستمتعوا، كانت في واحد الوقت ما كان فيه قصص صعيبه وتجارب قاسيه. وهذا التناقض هو اللي كيخلي بالي دو ليل مميز، الجمال ديالو اليوم والتاريخ اللي مخبي في الجدران ديالو. وانا كندور في هذه المنطقه وقع واحد الحد زوين. اليوم اللي جيت فيه تصادفت مع واحد من ابرز الاحداث اللي كتعيشها المدينه، الكرنفال ديال انسي. فجاه المدينه اللي كانت هادئه تبدلت الاجواء ديالها بالكامل. الازقه تعمرت بالناس، الالوان في كل بلاصه، والموسيقى كتعطي واحد الطاقه مختلفه. الناس لابسين ازياء تقليديه وتنكريه، كاين اللي لابس ستايل تاريخي وكاين اللي مبدع في افكار حديثه، وكل واحد كيعبر بطريقته. اللي زاد جمال هاد اللحظه هو الكرنفال، ماشي غير عرض ولكن تجربه كتخليك تحس انك جزء من الحدث. الضحك، التصوير، التفاعل مع الناس، كلشي كيعطي احساس بالحياه وكأن المدينه كتحتفل بنفسها. هاد الاجواء زادت تعطي طابع خاص للمدينه القديمه ديال انسي. الازقه اللي اصلا زوينه ولات اكثر حيويه، القنوات المائيه كتعكس الالوان والحركه، وكل زاويه ولات فيها قصه جديده. التجول هنا في هذا النهار كان مختلف، ماشي غير كنشوف المكان ولكن كنعيشه. ومن بعد هاد الاجواء المليئه بالحياه حسيت بحاجه نبدل الجو شويه ونمشي لواحد المكان اللي كيعطي توازن لهذا الصخب. وهنا رجعت لوحده من اجمل الحوايج في انسي، لاك دانسي. ومن بعد هاد الجوله وسط المدينه والتاريخ ديال انسي كتحس براسك خاصك تمشي لواحد المكان اللي يعطيك نفس جديد. وما كاين حتى اختيار افضل من لاك ديال انسي. هاد البحيره ماشي غير نقطه سياحيه ولكن هي القلب الحقيقي ديال انسي. الماء ديالها معروف بالنقاء ديالو، وكيبان هاد الشيء من اول نظره. اللون الازرق الصافي والهدوء اللي كيسيطر على المكان. وانت واقف حد البحيره كتلاحظ واحد الحاجه مهمه: الجبال اللي دايرين بها من كل جهه وكانهم كيحرصوا على هذا الجمال الطبيعي. هاد الجبال جزء من سلسله الألب وكتعطي واحد العمق للمشهد، حيت ماشي غير كتفرج في الماء ولكن كتعيش واحد البانوراما كامل فيه توازن بين الارض، الماء والسماء. اللي زوين اكثر هو ان هذا المكان كيتبدل حسب الوقت. الصباح كيبان هادئ ومنعش، وفي العشيه الضوء كينعكس على الماء بطريقه ساحره، ومع الغروب كل شيء كيتحول لالوان دافئه كتخليك غير توقف وتتامل.
وهذا الشيء كامل كيخلي أنسي ماشي غير مدينة كتزورها، ولكن مكان كتعيش فيه لحظات مختلفة حسب الوقت والمكان، سواء كنتي باغي نشاط وحركة ولا غير لحظة هدوء قدام المنظر الطبيعي. البحيرة والجمال هنا كيعطيوك واحد التوازن بطريقة طبيعية وبسيطة. ومن بعد هاد اللحظة ديال الهدوء قدام اللاك ديال أنسي كتبدا تكتشف واحد الحاجة مهمة، أن الجمال هنا ماشي غير في المشهد ولكن في التجربة كاملة، حيث في أنسي حتى أبسط الحوايج كتولي عندها قيمة، بحال أنك تمشي على رجليك بلا هدف وتخلي راسك يتبع الإحساس ديالو. كتبدا تمشى بجنب البحيرة، كتسمع الصوت الماء خفيف والهواء كيدوز حداك بنعومة. الناس دايرين نفس الحاجة، كاين اللي كيجري، كاين اللي كيسوق الفيلو ديالو، وكاين اللي غير جالس كيستمتع بالمنظر. وهذا الإحساس الجماعي بالراحة كيخليك تحس أنك في بلاصة مختلفة على أي مدينة أخرى. ويمكن هذه هي أقوى حاجة في أنسي، الراحة النفسية اللي كتجيك بلا ما تحس. ماشي محتاج دير شي نشاط كبير ولا تزور كل المعالم، غير تكون هنا كافي. وملي كتبدا تركز شوية كتكتشف أن الجمال الحقيقي كاين في التفاصيل، انعكاس الجبال في الماء، حركة الغيوم، الضوء اللي كيتبدل مع الوقت، وحتى اللحظات البسيطة بحال واحد كيقرا كتاب حدا البحيرة، ولا عائلة جالسة كتضحك، ولا ناس هازين الباطو وكيدوروا في الماء. هاد التفاصيل هي اللي كتعطيك الحياة للمكان. وبطبيعة الحال إلا كنتي من الناس اللي كيبغيو الحركة، أنسي حتى هي عندها ما تعطيك. تقدر دير جولة بالدراجة حول البحيرة، ولا تجرب أنشطة مائية، ولا حتى تطلع الجبال القريبة وتشوف المنظر من زاوية مختلفة. وكل اختيار كيعطيك تجربة جديدة، ولكن بنفس الإحساس ديال التوازن. ومع مرور الوقت كيقرب واحد من أجمل اللحظات هنا، الغروب. الشمس كتنزل بشوية والألوان كتبدا تتبدل، الأزرق كيتحول للبرتقالي والما كيعكس هاد التغيرات بطريقة ساحرة. وهاد اللحظة صعيب توصفها، خاصها التعاش. إلا كنتي كتقلب على وجهة سياحية مختلفة، ماشي غير زوينة في التصاور ولكن مريحة في الحقيقة، غادي يكون اختيار مثالي أنسي. مدينة كتجمع بين الطبيعة والتاريخ والهدوء، وبطريقة بسيطة ولكن مؤثرة. وفي الآخر ما يمكن ما تبقاش عاقل على كل تفاصيل، ولكن غادي تبقى عاقل على الإحساس، إحساس الراحة، إحساس الهدوء، وإحساس أنك كنتي في بلاصة مختلفة فعلا. وهذا هو السحر ديال أنسي، مدينة صغيرة ولكن كتخلي أثر كبير. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا الرأي ديالكم في الكومنتير، وتقولوا لي واش ممكن تزوروها ولا زرتوها. ونشوفكم في مغامرة جديدة إن شاء الله.